اخت ساره احنا حكينا امبارح من الصلصات الرئيسيه اللي هي الديمي جلاس والبشاميل وصلصات الزبده. يعني مستحيل. الصلصه البيضاء والصلصه البنيه. اللي هو الديمي جلاس اللي هي الصلصه البنيه، ايه. والصلصه البيضاء اللي هي البشاميل. ايوه. وصلصات الزبده اللي حكينا عنها زي الهولنديز والبرنيز. ايوه. يعني ما بقدر استعملهم على الحلويات، القصد انه كان امبارح للساخن، وهم اللي بيميزوا للساخن المطبخ. والمالح. احكي لك شغله. طيب. كثير في بيوتنا بنستعمل اللحوم وبنطبخها، صح؟ صح. وبنطبخها على درجه اللي حكينا عنها اللي هي الولدن، اللي هي أيوة. الاستواء الكامل. ايوه. ولكن بننسى موضوع الصلصه. ترتيب الصلصات اللي أيوة. درجات الاستواء اللي هي الرير وفرجيناكم اياها امبارح، اللي هي بتكون مستويه من الخارج ومن الداخل مش مستويه. ايوه. الميديوم اللي هي بتكون من الداخل والخارج مستويه ولكن محتفظه بعصارتها، يعني لو حطيتيها بصحن بنزل منها سائل اصفر. بينزل. ايوه. احنا بناكل اللي ولدن اللي هي المستويه كامل اللي هي الجافه. ايوه. لازم نحط معها صلصه. كثير ما بننتبه لهالموضوع، انه في الستاندر العالمي او في المواصفات العالميه انه اللحم الجافه اللي هي الولدن لازم يجي معها صلصه. فاحنا بناكل كثير من انواع اللحوم، يعني كثير بناكل مشاوي ما بناكل معها صلصه، صح؟ صح. ولكن الستاندر تبعها اللي بيجي مع المشاوي صلصه اسمها الصلصه الحلبيه. ايوه. بتيجي بصل مشوي وطماطم مشويه وفلفل حار وبنحطه مع بعض وبنحطه مع الصلصه، لانه انا المشاوي عندي باكلها المشاوي يعني جافه، فبدي شيء يطريها اثناء المضغ واثناء الهضم. فننتبه لهالموضوع، انه الاشياء الجافه اللي بناكلها في البيت نحاول قدر الامكان انه يكون معها نضيف لها صلصه. نعم. طيب، بالنسبه للحلا له صلصات. اكيد يعني اكيد له كيف صلصات. اختلافاتها يعني كيف؟ اكثر الصلصات بتعتمد على نوع الفواكه. يعني عندك صلصه مثلا صلصه فراوله، أيوة. صلصات البرتقال، ولا لا يا شيف وليد؟ نعم. الشيف وليد افهم مني في الموضوع الحلويات يعني يعني وممكن انه يجاوبنا عن الموضوع. مثلا أنا يعني أنا مرة ذقت صلصة البرتقال مع وجبة ساخنة أو وجبة أساس هي ثمار البحار. لا كانوا ضايفين عليها صلصة البرتقال. اللي هي احنا بنسوي صلصه البرتقال بنسويها مع المطبخ الساخن، وممكن انه نحطها مع الدجاج، بس هي بالاصل للحلويات. أيوة. انت بتعرف انه في انواع صلصات حاليا بتدخل فيها القهوه والشاي؟ أيوة. انواع صلصات حاليا في الاسواق او في أيوة. المطاعم الخمس نجوم. أيوة. بدخل فيها القهوه والشاي، وهي برضه من الصلصات الجديده. أول مرة أسمعها هذه. في حاليا اطباق بيف بتيجي مع الكافي صوص، اللي هي مع صلصه القهوه. إيه، صلصة القهوة ممكن، بس الشاي أول مرة أسمع. الشاي الاخضر بدخنوا فيه المواد. هيك الدجاج صار عندنا جاهز، راح اطلعه من الفرن. الله يرضى عليك يا شيف، لو على السريع كذا فطيرة التفاح. يلا شوف وليد تعطينا بس مكونات فطيرة التفاح. احنا زي ما قلنا انه عجينة التارت. عجينة التارت اللي زي اذا تابعتنا اختي او بنعيدها، اللي هي الزبدة والسكر الناعم. ايوه. بنضيف عليهم البيض مع الفانيلا. ايوه. والطحين. اما بالنسبة لفطيرة التفاح، فطيرة التفاح اللي هي عبارة عن الحشوة. تفاح. نعم، الحشوة. والافضل انه يكون لون التفاح اصفر، لانه اللون التفاح الاصفر بكون اطرى من الاحمر والاخضر. فيفضل لفطيرة التفاح يكون التفاح اصفر. ايوه. هسا بنجيب الحله او طنجره بنحطها على النار. ايوه. وبنضيف فيها زبده. ايوه، زبده. والتفاح. هسا بيجي على التفاح بهارات، اللي هي البهارات الحلوه، اللي هي القرفه، وبيجي سكر وإذا قرنفل. ايوه. وبنضيفهم على التفاح وبنتركهم على النار ما يقارب الربع ساعة ثلث ساعة، من 15 ل 20 دقيقة. عبين ما نشوف انه التفاح بلش يذبل او يطرى بكون جاهز. وصحتين وعافية. يعافيك يا رب. الله يخليك يا هلا. شكرا. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. قطعنا الدجاج اللي طلعناه من الفرن واضفناه على السلطه. بصراحه لازم يكون الدجاج بارد، فاحنا حطيناه على السلطه ساخن عشان الوقت فقط لا غير، ونفرجيكم كيف طريقه السكب. زي ما احنا شايفين هيك السلطات جاهزه. راح اضيف عليها قليل من الليمون على الوجه على السلطه.
راح اضيف على الدجاج برضو قليل من الليمون. راح ازينها بقليل من الاعشاب. سلطة مكوناتها غنية وحلوة. الو، معنا اتصال. الو مرحبا. الو، السلام الو عليكم. السلام عليكم. كل عام وانتم رمضان بخير. كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. بس بدي اطلب انا حشوة سمبوسك الدجاج. حشوة سمبوسك الدجاج ايوه فقط لا غير؟ بس. بس؟ ايوه ما على طول انا بنحكي لك اياها. حشوة سمبوسك الدجاج اللي هي دجاج مسحب مطحون ناعم. ايوه بنقلبه شوية مع قليل من الزبدة والبصل أيوة. وبنحركه مع بعض هيك فقط لا غير. بنضيف عليه البهارات اللي هي ملح وفلفل ابيض وسماق فقط لا غير. فلفل ابيض. ملح وفلفل ابيض وسماق. اوكي اوكي. هاي هي طيب الحشوة. ابغى طريقة ثانية للبراونيز الكيك. كيك براونيز. ايش هو؟ كيك براونيز. كيك البراونيز. نعم. نعم، شيف وليد تعطينا بس كيك كيك البراونيز. كيكة البراونيز اللي زبدة والسكر. ايوه زبدة وسكر. زبدة وسكر وشوكولاتة وجوز عين الجمل. وجوز عين الجمل. أيوة. وطبعا بنحط سكر بني كمان. بنقدر نغير كلون البراونيز. بنقدر نغير السكر من السكر عادي للسكر البني. اوكي. وشوكولاتة ايوه وجوز عين جمل. اوكي. وبتخبز على درجة حرارة 180 ما يقارب نص ساعة. شوف ها هي. ممكن نسويها معنا في حلقة من الحلقات. نعم نسويها. لا بنسويها ما في أي مشكلة. راح نضيف عليها هاي قليل من الفستق الحلبي المطحون. نعم. وهيك بلح الشام عندنا جاهز. هيك أطباقنا اليوم أطباق جاهزة. نتمنى إنها تعجبكم. نعطيكم بس شرح صغير عنها. بلح الشام هذا زي ما حكينا اللي هو طبق حلويات عربي من بلاد الشام، يعني زي ما احنا شايفين. الطبق الثاني اللي هو الطبق الكامل اللي سويناه مع الدجاج والافوكادو اللي هي صلصة الافوكادو مع الدجاج، وهي طبق ايطالي. والطبق هذا اللي هون يعتبر طبق كامل. كيف طبق كامل؟ يعني انه ما مش محتاج اكل سلطة او شوربة قبليه، هو طبق كامل. ولكن الطبق اللي سويته اليوم هون اللي هو طبق السلطة فقط لا غير. في هذا الطبق لازم اني اكل بعديه اللي اكمل قائمة الطعام. وبرضه الطبق اللي عندنا اطباق ايطالية غنية بالخضار وفيها اللحوم. بنقصها شوية من الكربوهيدرات. وزي ما حكينا احنا انه اذا كان بدك تقلل الوزن شوية نحاول ان نقلل الكربوهيدرات شوي. هاي اطباقنا لليوم وان شاء الله انها عجبتكم. وفي اي سؤال اي استفسار سواء كان في الاطباق السلطات او الساخنة او في الحلويات احنا جاهزين نرد عليكم من برنامج صحة وعافية على قناة صحة. وانا حابب اشكر الشيف وليد شكرا لك. على الاطباق اللي بقدم لنا اياها. شكرا لك. واشكر كل اللي بيساعدونا في البرنامج، المصورين والمخرج ودر الفا ومني ومن قناة صحة وبرنامج صحة وعافية. نحكي لكم كل عام وانتم بخير وان شاء الله انه اطباقنا بتعجبكم ونراكم قريب باذن الله. إن شاء الله.